امس احنا كنا بصحبه الدكتور عادل زايد، التقى بشباب واهالي برشوم مشكورا واطلع على مطالبهم واوعدهم ان هيتم تشكيل لجان من قبل المحافظه ولجان خاصه ايضا من الجهات التنفيذيه الاخرى لتنفيذ هذه المطالب. دكتور عادل زايد تم دعوته عن طريق برنامجنا، برنامج مجاني على شاشه الخليجيه، بعد ان دعاه عدد كبير بل كل اهالي وشباب برشوم. الراجل استجاب، فله حق ان احنا نشكره، لكن احنا بنطلب منه حاجه عشان ما تبقاش قاعده وخلاص. نتمنى تنفيذ هذه المطالب. عشان كده احنا معانا دلوقتي اتصال تليفوني المهندس احمد عصمت رئيس مركز ومدينه طوخ عشان يطمنا ويطمن كل اهالي برشوم بتنفيذ هذه المطالب. احمد بيه ازاي معاليك؟ الحمد لله. كل سنه وسعادتك طيب. الحمد لله والصحه والسلامه. الحمد لله. انا باسم اهالي برشوم بشكرك جدا جدا، والناس الحقيقه سعيده بهذه الزياره وبيتمنوا ان هي تتكرر ان شاء الله. طبعا سعادتك ان شاء الله باذن الله. طبعا السيد المحافظ بعد يوم بيبدا من الساعه 7 الصبح يوميا. طبعا كان لقاء مع اهالي قريه برشوم امبارح وكان لهم مجموعه من المطالب. طبعا افضل توجيهات سيادته بعد سماع المشاكل اللي بيعاني منها اهالي قرى برشوم الصغرى والكبرى وبلاد الوحده المحليه والجهود. الحاجات اللي هم طلبوها افضل توجيهات سعادته بضروره حلها على الفور طالما انها لا تخالف القانون وتلبي رغبات المواطنين وبتؤدي الى تخفيف الاعباء عنها. كان الطلبات دي متمثله في وجود مبنى مقام حدود ذاتيه. كويس قوي، انا بشكرك جدا ان حضرتك بتوضح عشان اللي ما حضرش اللقاء يسمع المناقشه كانت ايه مع محافظ القليوبيه في برشوم. يا ريت تنزلوا لنا الصور على فكره، احنا في صور مصورينها احمد بيه هنشوفها كلها دلوقتي. اتفضل يا احمد. تمام. هو اللي حصل ساعتها طبعا كان في مبنى من المطالب اللي تقدموا بيها اهالي القريه وشباب القريه ان كان في مبنى مقام حدود ذاتيه باستخدام الجمعيه التعاونيه الاستهلاكيه ومجمعات النيل، واصبح المبنى مهجور، لكن في علاقه ايجابيه بتربط بين الوحده المحليه والجهود وبين هذه المجمعات. اصدر توجيهات السيد الدكتور المحافظ باستثمار هذا المبنى لصالح اهالي القريه. ده كان قرار حل فوري في اللقاء اللي كان موجود برئاسه الدكتور عبد الفتاح. النقطة الثانية سعادتك اللي كان طلب، يعني الطلبات الهامة، الطلبات كانت كتيرة وحضرتك عارف شاف الطلبات دي يعني طالما هناك استجابة، لكن الطلب الثاني الملح اللي السيد الدكتور المحافظ أكد عليه وهو موضوع مركز شباب قرية برشوم. طبعا كان في قطعة أرض تم الاتفاق عليها وتم الخلاف بين الاهالي وبين مالكه الارض. تم طبعا صدر قرار فيها من استشار المحافظ السابق استيلاء مؤقت على ان مديريه الشباب هتسدد في ثمن الارض. طبعا مع ارتفاع الاسعار الست حصل نزاع، ولكن طلبوا اهالي القريه في لقاء امس ان هم يتم تمرير المبلغ. فطبعا الدكتور المحافظ اكد على ان هو ان شاء الله باذن الله طلب البيانات الخاصه بارض مركز الشباب ووعد باذن الله بانهائها. هو انا بكلم الدكتور صفي الدين خربوش عشان هناك الاستاذ شحات من اهالي برشوم متحمس وكل الشباب الحقيقه لهذا الموضوع، فعشان والنبي تطمنوا ويستريح. لو طبعا تم التحدث مع الدكتور صفي الدين خربوش هيتم انهاء الموضوع ان شاء الله. طبعا يعني ليس كل ما يقول يذكر، لكن يعني انا عايز اقول لحضرتك طبعا ده كان في سياق حديث السيد المحافظ من امس، لان هو طبعا الدكتور صفي الدين خربوش دايما بيقدم المعونه، ويمكن في سياق الحديث تحدث الدكتور المحافظ بان الدكتور صفي الدين خربوش طبعا ابن من ابناء العلويه، وان هو طبعا بيقدم كل الدعم لمراكز الشباب على مستوى الجمهوريه، ووعد ان شاء الله باذن الله بان هو لازم
هيدي هذه لان موضوع مركز الشباب ده حلم الشباب هناك فعلا. لو تم انهاء احمد بيه هيبقى خطوه كويسه جدا. احنا طبعا بنشكر حضرتك جدا المهندس احمد عصمت رئيس مركز. ربنا يخليك احمد بيه. وانت بالفعل لا ما انا مش بجاملك، حضرتك شعلة نشاط في مركز طوخ وقرى مركز طوخ بالكامل، وبشكرك جدا احمد بيه. شكرا يا فندم، شكرا بالله يعني. ربنا يخليك يا فندم. شكرا. اتفضل. استاذ هشام، في حد معانا من اهالي برشوم طبعا يقولوا لنا تعليقهم على زياره امس، خاصه ان هذه الزياره كانت تمت عن طريق البرنامج بعد مداخله تليفونيه مع الدكتور عادل زايد محافظ القليوبيه والاستجابه. على فكره يا جماعه انا بطمن ايضا اهالي برشوم ان اللواء احمد سالم مساعد وزير الداخليه الامن القليوبيه اتصل بيا امبارح بعد الزياره، اتصل بيا بالليل وقال ان هو ما عندوش اي مانع لانشاء مركز شرطه هناك. بالعكس ده هو بيرحب بهذا وهيكون كل دعمه لانشاء هذا المشروع. لا اخفي شيء ايضا ان هذه القريه انا شايف ان هم ايد واحده بسم الله ما شاء الله ومتفقين مفيش اي خلافات، وعملوا مشروعات كثيره جدا بسم الله ما شاء الله بالجهود الذاتيه. عندهم مدارس ثانوي صناعي، وعندهم مدارس ثانوي، وعندهم مدارس على اعلى مستوى، يعني حاجات تعليميه ممتازه، لكن طبعا ينقصهم الدعم في الدعم الصحي. يا ريت قبل ما نبدا في باقي فقرات برنامجنا نشوف الصور وناخد تليفون من اهالي برشوم، بس يا ريت تركز على صور الاهالي يا استاذ هشام هناك في برشوم. استاذ محمد مسعد معانا دلوقتي من شباب برشوم. اهلا يا محمد، ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور الشاشه. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. نزل لهم الصور بقى يا استاذ هشام، صور الاهالي. اتفضل يا استاذ محمد، ازيك؟ الله يخليك. ازيك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ ربنا يخليك، يا رب تكون الزياره لها صدى ومردود كويس عندكم في برشوم. طبعا. بصراحه في البدايه نيابه عن اهالي برشوم نود ان نشكر الاستاذ الدكتور عادل زايد محافظ القليوبيه لتلبيته دعوتنا بالمجيء لقريتنا لمقابله الاهالي ومناقشتهم حول ما يتعرضون اليه من قضايا وما يحتاجون اليه من خدمات. شرفنا بكم سياده المحافظ وهنئنا بك قائدا لمحافظتنا ومتوليا لاداره شؤونها. جعل الله من محافظتنا حظا كبيرا من الارتقاء والاصلاح في ظل وجود معاليكم بها. وكذلك نشكر السكرتير العام للمحافظ وايضا المهندس احمد عصمت كان مع حضرتك دلوقتي يا استاذ احمد. طبعا. رئيس مركز ومدينه طوخ لما قام به من مجهودات تجهيزا للقاء المحافظ وما قام به من خدمات بالمركز منذ توليه رئاسته، وكذلك نائبه الاستاذ عبد الحميد منتصر. والاستاذ شريف الجمسي ما تنساش الاستاذ المهندس شريف الجمسي والاستاذ عرفه عبد الجواد كلهم يعني السكرتير العام المساعد. طبعا. اتفضل يا فندم. وفي النهايه نشكرك اخونا الاعلامي الكبير احمد البدوي. انتوا اخواتنا. فقد مددت يديك لكل اهل القريه باختلاف طوائفهم وما اتخذت اي جهدا او وقتا لان تقدم فيه كل ما تملك لخدمه اهالي قرى المحافظه بوجه خاص وقرى مصر بوجه عام. فقد كنت سببا بعد الله ونشاط المحافظ في مجيء المحافظ لقريه. لا طبعا انتوا كشباب يا محمد، انتوا اهالي برشوم وشباب برشوم كنتوا السبب في هذه الزياره والمحافظ الحقيقه لا انتوا السبب. جدا. ربنا يخليكم. شرفنا بكم وهنئنا بالنجاح معكم ووفقكم الله ورعاكم وحماكم وجعل قلوبكم وعقولكم مصدرا للخير والرخاء. استاذ احمد، انا ليا شهاده حق شخصيه عاوز اقولها على الهواء. بجد اقسم بالله العظيم انا ما حسيت بمدى نجاح الثوره الا ما عرفت حضرتك. ربنا يخليك. كانت العقول الباهره دي مغموره تحت سقف الظلم. ربنا يخليك حضرتك يا ربنا يحميك يا رب. ربنا يخليك يا محمد، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. شكرا يا سيدي. ربنا يخليك. وتحياتنا لكل اهالي وشباب برشوم. محمد ما شاء الله متحدث عشان في اعلام بقى هيبقى مذيع شاطر ان شاء الله. ويعني الاسماء كثيره جدا الواحد ما يقدرش يعبر، لان كل اهالي وشباب برشوم يستحقون كل الشكر والتقدير، وبالتوفيق دايما ان شاء الله ومزيد من التقدم.